يا صباح الفل. بيسيرو ومراجيح مولد النبي. هو كابتن بيسيرو. انا لاحظت حاجه غريبه شويه، ويا ريتكم تتابعوها. يعني الراجل ده مخه او حد قال له ان من اهداف الزمالك البقاء في الدوري، او يعني ان هو يفضل عايش. يعني بيعمل ايه الراجل ده؟ بيلعب بخمسه ورا. مهما كان الفريق اللي قدام، ان شاء الله الفريق اللي قدامه بيلعب بال11 ورا الجون بتاعه، ملوش دعوه. هو بيلعب بخمسه ورا، فيقعد يعك بالخمسه ورا بتوعه دول، فيدخل في الزمالك جون زي العاده. كل مباريات الزمالك اذا ما دخلش فيه جون بيدخل فيه جونين، ولولا ان الواد محمد صبحي صاحي شويه بتبقى فضيحه. يعني ممكن سموحه، زد، الجونه، بتروجيت، ما عندوش حلول. هو بيلعب بخمسه ورا، الفريق اللي قدامه يجيب جون، فيقول لك ايه ده، نخاطر عشان نرجع نتعادل. يخرب بيتك، انت ايه؟ انت اهدافك التعادل؟ انت بتلعب خمسه ورا عشان نتعادل؟ طب حد بالله عليكم يقول له احنا مش عايزين نتعادل. يعني حد يقول له التعادل زي الهزيمه بالنسبه لنا. بيسيرو شغال بمراجيح مولد النبي اللي هي ايه؟ ده يدي ده يدي ده يدي ده يدي ده، استنى بس صبعي، ده يدي ده يدي ده يدي ده، وبعدين ده يدي ده يدي ده يدي ده، وبعدين نرجع ده يدي ده. بتوع الجونه. طب ما احنا كل اللي عملناه في الجونه تعبنا دماغهم. يعني العيال بتوعت الجونه بقت عماله تعمل كده. هو بيعمل ايه وعايز ايه وعايز يقول ايه؟ دي واحده. طب لعيبه الزمالك يا كابتن حسام اشرف، انا فاهمك حاجه. المهاجم ده بيعمل حاجات كتير، من ضمنها ايه؟ يعني يدي كوع للواد المدافع، يشده، انت ايه ده؟ انت طري قوي. انت مالك؟ انت في ايه؟ انت جبت ازاي 14 جول في بلديه المحله ولا في غزل المحله ولا ناصر ماهر انتهى خلاص كده. هو يظهر بيلعب 3 ماتشات في الموسم. مصطفى شلبي خلص الكلام. خلص الكلام. يا راجل ده جاب جون الرابع في الدقيقة 95 وراح قلع الفانيلا ورايح يعمل. ده ناس يا عم، انت ده ناس كان اخرها تلعب في طلائع الجيش. كابتن علاء عبد العال من ساعة ما عرفناه بيعمل ايه عشان نبقى فاهمين بس. وكابتن ايمن عبد العزيز ما اعرفش حاسس باللي احنا فيه ولا لا. يقول للراجل بيسيرو ده يقول له اي حاجة. كابتن علاء عبد العال بيعمل ماسك ستوب واتش في ايده، وحاطط ال11 لعيب ورا، ويدوس على الستوب واتش ويتمنى في ثواني عماله تعدي. كابتن علاء عبد العال اقصى اماني التعادل. ده طول عمره كده. فيجي حضرتك تلعب معاه الماتش، تلعبه ازاي؟ تلعبه بخمسه ورا، وهو عنده 11 ورا، وانت عندك خمسه الناحيه دي، فبقى في 3 لعيبه من ضمنهم عبد الله السيد مش عارف يعمل ايه. خلاص مش عارف يعمل ايه. طلع بالكوره واداها لواحد ولا اي حاجه. ولا اي حاجه. كابتن شيكابالا نازل يستعرض، نازل اللي هو بص انا هعمل لكم 2 كعب واتنين. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتضيع ساعه ونص بجد والله. انت بتتفرج على الزمان ده؟ الزمالك ده الزمالك. لا، بسيرو ده يروح وجيبوا علاء عبد العال. لو احنا عايزين نلعب كده، علاء عبد العال هيعملها احسن. على الاقل علاء عبد العال مش هيدخل في جوان. والله الزمالك ده صعبان عليا. يعني ده الفريق اللي كان بيلعب فيه بن شرقي ومصطفى محمد وطارق حامد ده الفريق. هو ده الفريق وصل لكده. فرجاني ساسي هو ده الفريق. يا ساتر. ده اللي شاف الماتش امبارح اتنقط، اتجلط. ايه ده؟ تاك 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 تاك. ارجع وديها هنا. ده ولا التدريب يا جدعان؟ ده التدريب فيه جرأة. خش العب، طلع كورة، دخل كورة في ال18. دخل كورة ال18 لمين؟ لا 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 لا، انا صعبان عليا اصلا انتوا تتفرجوا على الفيديو. يعني انا عارف ان جمهور الزمالك ايه ده. الفريق الوحيد اللي هيستفيد من الرابطة وهتشوف، وهياخد الرابطة بسهولة جدا. الاهلي كان مضطر يلعب البطولة دي، لان زي ما قلنا بيبو اخطأ خطأ يعني فادح في الانسحاب من ماتش الزمالك. فهيلعب الرابطه، لان ما كانش ينفع الاهلي يقعد مثلا شهر ونص ما بيلعبش كوره. الناس بتاخد بس مرتبات يعني. فهيلعب الرابطه وهيلعب الفريق الاساسي وهياكل اي فريق قدامه. انا رايي الشخصي هياكل اي فريق قدامه. والزمالك كده ما يكسبش اي حد. بجد والله، مش لانه لا لا لا، ما يكسبش اي حد. مستوى اللعيبه دي لا لا، حاجه صعبه جدا. حاجه صعبه جدا. يا كابتن شريعي معلش خد محمد حمدي.
وبعدين انا نفسي افهم حاجه برضه، هو الاهلي عايز محمد حمدي؟ طب احلف بجد والله. واحنا خايفين فبنتفاوض مع الشريعي على محمد حمدي. يعني الاهلي عايز محمد حمدي واحنا لا خايفين لا محمد حمدي يروح يا اخوانا احنا عندنا كام لعيب كده ما لهمش اي 60 لازمه. يعني واحد زي الزناري ده بياخد له 5 6 مليون جنيه، وهو يعني لو ساب الزمالك هيوقفوه على مراجيح مولد النبي. هيسيب الزمالك؟ طب ما تسيبه يا عم، انت ادي ال 6 مليون جنيه دول لواحد زي محمد السيد. ايه يا اخوانا في ايه؟ في ايه يا اخوانا؟ مشوا يا اخوانا حسام اشرف ده ودوه لاي نادي محترم يلعب فيه عادي جدا، مستوى بلديه المحله غزل المحله، وخدوا 10 مليون ولا حاجه، وراضوا الشباب بتاعتكم اللي الاهلي ياخدها ببلاش دي. ايه ده المصيبه السوداء اللي انتوا فيها دي؟ اداره الزمالك لا لا لا، هي فعلا مراجيح مولد النبي.